السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم بألف خير وبصحة وسعادة يا رب. هلت بقى علينا بشاير كده من روايح رمضان الكريم، وعلامة مميزة من علامات رمضان دايما هتلاقوها في كل بيت، هي الكنافة. الكنافة طبعا ليها طرق كتير جدا، هنعمل منها طريقة كده في الفيديو اللي معانا ده. اول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشتري الكنافة اللي هي مش متقطعة او مش متفككة، اللي اسمها كنافة طرح. تمام. الكنافة الطرح بتيجي بالمنظر ده، بتيجي قطعة طويلة على بعضها. ببدأ اقسمها مثلا وباخد منها ايه، زي ما احنا شايفين كده، خصلة كده، خصلة واحدة بطول معين على قد ما انا عايزة. بس باخد خصلة خفيفة، مش جزء كبير يعني. وببدأ اعملها بمسحة سمنة كده بالفرشة، سمنة بس، مش هحط معاها اي حاجة تانية. وهلفها على صباعي، احنا ممكن نلفها بطرق كتير. فانا هنا مثلا بوريكم طريقة ان انتي تحطيها كده وتخلي صباعك هو ال- اللي هتلف عليه الخصلة بتاعة الكنافة دي، بحيث ان هي تدينا حلقات صغيرة، او زي ما بيسموه عش البلبل. وهتحشيها اي نوع من المكسرات، اي حاجة، حتى لو عايزة تسيبيها سادة خالص مفيش مشكلة. بصوا انا هنا بحاول ان انا اخليها متساوية، الم الحروف بتاعتها ما تبقاش منعكشة كده، لا. وكل اللي عليها يا دوب زي ما قلنا مسحة سمنة كده بالفرشة. وكمان الصينية بتاعتي مدهونة سمنة كويسة من تحت. وهبدأ اعمل الكمية كلها. طب في طريقة تانية، ممكن نجيب يا اما مثلا معلقة خشب، اي حاجة عندك مدورة، او السيخ بتاع الشوي، اي حاجة مدورة. وهنبدأ نحطه كده وهنحركه من فوق. يعني ايد بتحركيه بتلفي ال السيخ او المعلقة الخشب دي من فوق، وايد تانية بتلفي عليها من تحت الكنافة. بصوا بنسند كده الكنافة وبنلمها حوالين الايد المدورة دي. نخلص الكمية بتاعتنا كلها وبنفس الطريقة. وعلى قد ما احنا عايزين ممكن نعمل ربع كيلو بس من الكنافة، مفيش مشكلة. بس اهم حاجة وانتي بتشتريها تقولي للراجل بس يسيبها لك سليمة، او تقولي له عايزة كنافة طرح، هي اسمها كده. خلصت الكمية بتاعتي. وطبعا الكنافة يعني من الحلويات الشرقية اللي لازم فيها سمنة كتير غصب عننا. انا هحاول اخليها على قد ما اقدر تاخد كمية سمنة متوسطة. شفتوا الحركة دي؟ هنا بقى هبدأ اعمل الشربات. بس قبل ما اعمل الشربات طبعا انا دخلتها الفرن، والفرن اساسا من اول ما بدأت اشتغل فيها الفرن سخنة. الشربات بتاع الكنافة بيكون شربات تقيل، يعني كل كوبايتين من السكر عليهم كوباية واحدة من المية. تمام كده. فانا هحط المية بالراحة خالص من على جنب، بحيث ان هي ما تنطورش السكر بتاعي على الجوانب بتاعة الحاجة اللي انا بعمل فيها. ايه كمان، انا هحط معلقتين من العسل الابيض زي ما انتوا شفتوا معايا. مفيش عسل ابيض حطي معلقتين من عسل الجلوكوز، مفيش خالص مفيش مشكله، ما تحطيش. بمجرد ما تعمل بابلز كده معايا، انا كده الشربات بتاعي تمام. يعني بعد ما غلي مثلا 10 دقايق بيبدأ يعمل البابلز دي. طبعا أنا كمان اضفت نص ليمونه. خلاص، بما انه عمل البابلز دي يبقى انا الشربات بتاعي اخد السمك المظبوط. ما سيبش بقى الشربات لحد لما البابلز دي تاخد لون اصفر، لا، مش عايزين كده. هضيف الفانيليا، انا حطيت هنا فانيليا سايله معلقه صغيره او نص معلقه صغيره، وبطفي على طول. بمجرد ما احط الفانيليا بطفي. بصوا بقى السمك بتاع العسل بتاعنا ما بقاش خفيف زي شربات البسبوسه، لا، ليه قوام كده. حاجه كمان، الشربات بتاعي سخن مش بارد. الكنافة سخنة طالعة من الفرن، والشربات كمان سخن. بنسقيها مباشرة وبألف هنا. واي حاجة بتطلع على الوش او اي ريم بيطلع على وش الشربات بنشيله كده. وكمان ما بنقلبش الشربات خالص وهو على البوتاجاز، وبكده تضمني ان هو ما يرجعش لا قدر الله يسكر منك. قلت لكم كده كل التكات، اتمنى ان انتوا تجربوها وتنجح معاكم ان شاء الله ان شاء الله. وباذن الله استنونا في رمضان مع وصفات حلويات كتير جدا
وان شاء الله برضو كلها ناجحة.